leading multimedia service provider in the Kurdistan region. How does a mayor's interest lead to owning the leading multimedia service in the region? Salwan Zaito himself will share his thought. Please welcome him. قسەبێژی داهاتوومان دامەزرێنەری بابیلۆنە کە کار دەکات بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاری مەڵتیمیدیا لە هەرێمی کوردستان تکایە بە گەرمی پێشوازی بکەن لە بەڕێز سەلوان زەیتۆ. سڵاو بەڕێزان، خۆشحاڵم ئەمڕۆ لەگەرتان بم لە تێدێکس نیشتیمان 2017. هیوادارم چیرۆکەکەم سوودی باش هەبیتن بۆ ئەوەی وای بەڕێز. هەروەها چیرۆکەکەم بە زمانی عربی دەڵێم بۆ ئەوەی زیاتر کەس سوودی لێ ببین. أعزائي الحضور، سعيد بوجودي معكم اليوم هنا في تيدكس 2017 تيدكس الاشتمان. أنا سلوان جميل زيتو من أهالي مدينة زاخو، مولود في مدينة أربيل. أنا سرياني كلداني آشوري. اليوم يصادف 1 أبريل اللي هو عيد أكيتو، اللي هو عيد رأس السنة البابلية الآشورية. مبروك علينا وعليكم هذا العيد. راح أبدي بسؤال أرجو أنه تشاركون معايا. كم واحد من الموجودين يعتقد أنه إذا كان يعيش في دولة أوروبية كانت حياته أفضل؟ أرجو أنه اللي يقول نعم يرفع يده. Good. عدد هائل. زين، كم واحد مخطط أنه عنده بلان أنه يهاجر إلى أوروبا؟ كمان أرجو إذا Good. راح نروح كلنا بهاي الحالة. Good. So عندنا السؤال برزنتيشن مالتنا راح يكون اسمه أوروبا والاندماج، EU and integration. أوكي، راح أجيب لكم مثال حتى أسهل شوية تجربة. عندنا الماء والزيت. الماء والزيت معروفين دائما لا يمتزجوا مع بعض. أوكي، لأنه كل مادة إلها خاصيتها إلا جزيئيتها، فلهذا صعب أنه تختلط ببعض. أكو 3 حالات تختلط بها نقدر نخلط الزيت بالماء، واللي هي الحالة الأولى أنه شيكت الرجة. أوكي، راح يختلط الزيت بالمي، ولكن راح يختلط لفترة قصيرة وراح يرجع يفصل الزيت عن الماء. أوكي، الحالة الثانية اللي هي أنه نضيف عامل مساعد، عامل ثالث يساعد الزيت ويساعد المي أنه يغيرون قليل من مكونهم الكيميائي. هذا العامل راح يحاول يربط هالمادتين مع بعض على مود يمتزجون ببعض. أكو حالة ثالثة اللي هي أحد العناصر نغير كيميائية المادة مالته، فلهذا الماء على مود يمتزج مع الزيت نخليه تحت درجات حرارة عالية والضغط بريشر عالي جدا، يغير من خاصية القطبية للماء، فبهذه الحالة يمكن مزج الماء مع الزيت. فإذا عندنا هاي 3 حالات، خلوها ببالكم، هاي راح نرجع لها بعدين. لكل إنسان إلى الحق يختار مصير حياته، وبنفس الوقت يختار أنه يهاجر على مود يطور حياته. وأنا واحد من هذول الناس اللي اخترت أنه أهاجر عام 1993 بعد كنت في طالب في كلية التربية قسم الكيمياء.
الظروف كانت صعبة كلش، الاقتصادية السياسية، فكانت ظروف ملائمة أنه أسافر. في 93 سافرت إلى تركيا، من تركيا توجهت بنفس العام إلى يونان. بال94 بقيت فترة أعتبرها أشغال شاقة في يونان لمدة 3 سنوات. اتجهت من يونان إلى إيطاليا بنفس السنة اللي هي 96. من إيطاليا اتجهت إلى هولندا اللي بقيت بها ما يقارب 10 سنوات. عملت في هولندا أعمال، وظيفتين كان عندي، وهاي الوظيفة واحدة منهم جعلتني أنه أسافر إلى كذا دولة في أوروبا، سويسرا، دنمارك، نرويج، فرنسا، ألمانيا. المهم كان العمل مالي أنه يضطرني أنه أروح لهاي الدول. طبعا هذا كمان فادني. عام 2005 قررت العودة أنا وعائلتي مع أخويا وعائلته. رجعنا إلى البيت، وأنا بهذه الرجعة اليوم سببها وجودي معكم في تيدكس نشتمان. عام 2003 كان تغيير تاريخي في مصير العراق. هذا العام وهذا التغيير خلاني في عام 2003 أفكر مرة ثانية بتجربة جديدة وتحدي جديد، اللي هو تحدي وتجربة العودة. طبعاً عايش 10 سنوات في هولندا، أولادك والدين هناك، عائلتك هناك، بزنس مالك هناك، بس كانت أنه راح أتحدى وأخوض هاي التجربة. طرحت الموضوع لأسرتي ولأخويا وأسرته. كانت الموافقة المبدئية أوكي، نعم موافقين، بعد ما شفنا الإيجابيات أنه كذا إيجابيات موجودة. إحنا أخذنا اكتسبنا الخبرة من أوروبا، إحنا أهلنا بعدهم موجودين، آبائنا وأمهاتنا في الوطن، والوطن إحنا من الأصل. فهاي المواضيع كانت إيجابية. النقطة اللي وقفنا بها قالوا الأهل إنه أوكي انطونا مصير الأولاد، كيف راح يكون مصير الأولاد؟ هل إذا رجعنا إلى البلد راح يكون أفضل أم أسوأ؟ هنا هي تجربتي اللي راح أشرح لكم إياها اليوم، اللي هي أولادنا إذا بقوا في أوروبا هل يكونون أفضل أم لا؟ طبعا كل عائلة من تهاجر إلى أوروبا أول شيء تسويه إقامة، أخذوا الإقامة راح يبعثون أولادهم إلى المدارس الهولندية. أوكي؟ إحنا بدنا نتكلم عن هولندا. المدرسة الهولندية تأخذ الأولاد 8 ساعات في اليوم. هاي 8 ساعات تعطي لهذول الأولاد ثقافة غربية هولندية صرفة. مقابل هاي 8 ساعات في 8 ساعات ثانية الأهل والأسرة الشرقية تنطي أيضا ثقافتها إلى أولادها اللي هي ثقافة صرف شرقية. هنا الولد ده ياخذ 8 ساعات مع 8 ساعات، هذول 8 ساعات اللي مقابل بعض الطفل يتقبلها، ده يعيشها اوريدي، يتقبل الثقافة الأوروبية لأنه هو ده يعيش مع زملائه مع أصدقائه في الشارع في الحفلات، وبنفس الوقت يقبل ال8 ساعات من أهله لأنهم هم الأهل، هم المحبة، هم البيت. هذا الطفل يعيش وجهين مختلفين تماما خلال عمره لغاية ما يوصل ما يقارب 20 سنة. هنا راح يبدأ يسأل إنه من أنا، لأنه وصلت لمرحلة إنه أريد أقرر مصيري. حاليا وصلت مرحلة جامعية ولازم أقرر مصيري، فلازم أعرف من أنا، لأن لحد اليوم أنا دا أستخدم وجهين، وجه ثقافة غربية، وجه ثقافة شرقية.
وللعلم الثقافة الشرقية مختلفة جدا عن الثقافة الغربية، واللي هي أنه مجتمعنا الشرقي دائما نشوف الاختلافات. من الاختلافات هاي القائد هو الأب اللي يدير الأسرة، هذا الشيء مجتمعنا، مجتمع الغربي ما موجود. الدين والروحانية ماخذ حيز كبير وحيز ماخذ حجمه في الأسرة وفي ثقافتنا، هذا الشيء ما موجود في الثقافة الغربية. الزواج لا يتم باستقلالية ولكن عن طريق أخذ الموافقة من قبل الأسرة أو رب الأسرة، هذا الشيء ما موجود بالثقافة الغربية. الصراحة والمناقشة، هاي صراحة في أمور كثيرة ما نقدر نفتحها ونناقشها داخل الأسرة، مثلا الجنس، السكس، كيفية إنجاب الأطفال، كيفية حدوث الولادة، هاي الشغلات موجودة عندنا ولكن بالثقافة الغربية ما موجودة. النساء دائما نشوفهم مضحيات لمهنهم ووظائفهم مقابل أنه يربون أطفالهم، هذا الشيء ما موجود بالثقافة الغربية. المواقف والقرارات اللي تتخذ داخل مجتمعنا الشرقي دائما لموقف معين يتخذ قرار معين، وهذا القرار يعمم للمواقف الأخرى، هذا أيضا ما موجود بالثقافة الغربية. المعتقدات والأيديولوجيات الراسخة بينا اللي هي ماخذيها من العشائرية ومن الثقافة اللي عايشيها كعائلة، هاي كمان ما موجودة. وعندنا الاستقلال بالقرار اللي ما موجود عوائلنا الشرقية، يعني أي واحد ولد يوصل عمره 18 سنة ما عنده استقلالية قرار أنه يغادر أهله ويعيش بوحده، وهذا ما موجود في الثقافة الغربية. إذن هاي الاختلافات اللي كانت هذا الشاب دا يعيشها لغاية ما وصل عمره ل20 سنة. هسه راح نرجع، الشاب لازم يختار هذا أو هذا. عند اختيار الشاب على مود يتخذ قرار يروح ويندمج مع الثقافة الغربية أو الهولندية، 3 حالات. الحالة الأولى اللي هي لازم ينصهر داخل هاي الثقافة، والانصهار داخل الثقافة يرادلها شيء نسميه فورمات، لازم يفرمت كل ما عنده من معلومات من ثقافة، يعني ينسى أهله، ينسى أصدقائه، ينسى قرايبه، ينسى ما تعلمه حتى ينصهر بهاي الثقافة اللي هو دا يغير كثير من الشغلات والأساسيات الموجودة عنده حتى يطور. واللي هو هذا يشبه المثال الثالث اللي هو ضغطنا الماء تحت درجة وحرارة عالية على مود نغير كيميائية حتى يقبل أنه يذوب مع الزيت. الحالة الثانية أنه هذا الشاب يختار له وسيلة مساعدة اللي هي يا إما يحب فتاة غربية هولندية، هذا الحب يصير عامل مساعد بيناتهم بحيث يقبل الولد هذا أنه يتنازل عن قليل من أيديولوجياته ومعتقداته مقابل هذه الفتاة أيضا أنه تتنازل عن بعض من معتقداتها وثقافتها حتى يصير هذا الاندماج يكون متوافق. هذول الحالتين أو حالة أمينة أنه العامل المساعد يكون كبزنس مثلا، أنه يشارك أحد الناس من الغرب أو من هولندا ويعملون شراكة بزنس، هذا البزنس يصير عامل مساعد بين الطرفين. هذول الحالتين قليلات جدا في أوروبا حدوثها، معدودات. الحالة الأكثر اللي تصير إنه الشاب يختار الأهل، يرفض الثقافة الغربية، ورفض الثقافة الغربية راح تخليه إنه يعيش مع الأهل وينعزل من الثقافة الغربية. هنا هذا الشاب راح يتقوقع داخل هاي الثقافة اللي هي عندهم مؤسساتهم، عندهم معاهدهم، عندهم مراكزهم الخاصة بهم، عندهم أنديتهم الخاصة بهم، عندهم نشاطاتهم الفنية الخاصة بها، تعازيهم، أفراحهم كلها متقوقعة داخل هاي الثقافة الشرقية الموجودة already
في هولندا أو في أوروبا. ومن هذه القوقعات عندنا كثير، هذه ثقافة عراقية، هاي ثقافة إيرانية، هاي ثقافة تركية، هاي ثقافة أفغانية، فعندنا كثير من الثقافات اللي هي متقوقعة داخل هذه البلدان الغربية حتى يعيشون بمعزل، وهذولا كميتهم كبيرة، اللي هم حاولوا يمتزجون بس ما قدروا، انفصلوا مرة ثانية. فالأمثلة صارت واضحة هسه. اللي يصير بالانعزال راح تشوف انه الشاب هذا يصير نوع من يتولد عنده نوع من الراديكالية، من التطرف تجاه الثقافة الغربية لأنه رفضها. فإذا هنا صار عنده نوع من الانعزال عن هاي الثقافة، فصارت عنده عداوة معينة ضد الثقافة. واللي يثبت لنا هذا الشيء قبل فترة قصيرة اللي حدث بين تركيا وهولندا. استطاع الرئيس التركي بكلمة واحدة يأجج آلاف الناس في هولندا اللي هم حاملين الجنسية الهولندية يرفعون الأعلام التركية لصالح دولة تركيا. هذا هو خلينا نقول النتيجة لهذول الأفراد اللي انعزلوا داخل ثقافة غربية. هنا وصلنا للنتيجة. هاي الدراسة أخذت من عندنا تقريبا سنتين، من 2003 بدينا بيها لغاية 2005 انتهينا بالدراسة. شفنا أنه واللي ساعدنا بهذا الموضوع بالدراسة أيضا أنه الوظائف اللي أنا احتليتها هناك. أنا كنت رئيس قسم لشركة دولية في هولندا، أدير قسم يحتوي على 18 موظف هولندي. هذول 18 موظف هولندي قدرت أدخل في حياتهم الاجتماعية وأدرس كل محاورهم حياتهم بالأفراح والأحزان. هذا انطاني دافع للدراسة أنه يكون عندي تولز حتى أقدر أخذ نتائج. والشغلة الثانية كانت المدير المفوض لشركة أسسناها أنا وأخويا في هولندا. هاي الشركة اللي كانت اختصاصها تنظيم الاحتفالات والمهرجانات، واللي قدرنا خلال ال10 سنوات ننظم أكثر من 300 مهرجان واحتفال في أوروبا، واللي خلانا أنه يكون عندنا كونتاكت لكل مهرجان أكثر من 25 شخص. فالعدد كان أكثر من 7000 كونكشن عندنا في أوروبا. هذا ساعدنا في هاي الدراسة اللي سويناها، واللي وصلنا للنتيجة أنه يا إما لازم أغير وأفرمت، يا إما لازم أشوف لي شريك غربي، يا إما لازم أنعزل. والانعزال هذا حسب دراستنا طلع غير مفيد لأولادنا داخل أوروبا بالمستقبل، لأنهم راح يعيشون بمعزل عن الثقافة الغربية. فاختارينا العودة، وهاي العودة كانت فعلا 2005 رجعنا. من 2005 لغاية اليوم أكيد شفنا مصاعب بداية الحياة، أنه إجينا بعام كانت البنية التحتية غير بعد مستقرة في كردستان وفي أربيل، ولكن حاولنا والحمد لله أسسنا شركة. هاي الشركة اليوم تعتبر من المؤسسات الخدمية والمؤسسات المتقدمة في البلد، واللي كانت نتيجة أنه أيضا ساعدتنا بهاي الخبرات اللي اكتسبناها من أوروبا وجبناها معنا. هاي المؤسسة قدرت لحد هذا اليوم، يعني بعد ما صار هجوم داعش، قدرت أنه تحوي أكثر من 450 شخص من النازحين من سهل نينوى، هي اللي تمولهم، هي اللي تعيشهم لمدة أكثر من 2.5 سنين. هاي المؤسسة اللي قدرت تدعم كثير من النشاطات وتبين بصمتها داخل كردستان. فنعتبر عودتنا هناك فعلا وجودنا هنا بين أنه عملنا شيء مفيد لنا لعوائلنا ولمدينتنا ولوطننا. فإذا أنا أمامكم اليوم أنا رجل سعيد، عائلتي سعيدة، وصلت القناعة أنه أشارك كل ما أملك مع كل من حولي حتى الجميع يعيشون بسعادة ومحبة. أشكركم
وأشكر وجودكم معنا.